بيبدأ فيلم النهارده مع جون مهندس في موقع بناء، وبيجي له العامل وبيعرفوا ان في مشكله، وبيخلص وبيركب عربيته وبيتحرك على البيت، وبيوصل بيكون هيدوس على الجرس بس بيرجع في كلامه وبيفتح الباب بالمفتاح، وبيطلع فوق وبيلاقي مراته آلي قاعده تتمرن ويخبط عشان تسمعه، وتوقف تمرين وبتقعد تتكلم معاه، ويبان العلاقه ما بينهم متوتره، وبيسيبها وبينزل يقابل ابنه ايسن اللي بيكون فرحان جدا انه شافه، ويروح يقعد معاه في الاوضه وبيقعد يتفرجوا على الرسومات ويقعدوا يلعبوا مع بعض وهم مبسوطين، وبيكون ايسن مريض بالسكر ومركب جاز في بطنه، وبيكون زعلان وبيساله جون مالك، فبيساله لامه هتخليه يمشي من البيت تاني، فبيقول له ان هو وامه عندهم شويه حاجات شغالين عليها وانه ما يقلقش وانه هيفضل جنبه على طول. وبتكون الاخبار شغاله وبيتكلموا عن المذنب كلارك اللي العلماء اكتشفوه من كام اسبوع، وان حركته سريعه على عكس اي مذنب، وان العلماء مش عارفين يتابعوا حركته، وانه بيقرب من الارض، وبيكون ايسن قاعد مركز مع التلفزيون، فبيقول له جون يركز مع الواجب بتاعه، وبيطلب منه ايسن انه يساعده، وبيروح جون بالليل عشان يجيب شنطته من العربيه، وبيروح هناك في اوضه الضيوف، وبيظهر ضوء في السماء، وبيجي تاني يوم وبيفتح جون التلفزيون وبيتكلموا وبيقولوا ان المذنب قرب من الارض جدا، وان الشظايا بتاعته هتبدا تدخل غلاف الجو للارض، وبيجي ايد صاحب جون وبيسلم عليه وبيساله الدنيا عامله معاه ايه، وبيكون قصده على علاقته بآلي، فبيقول له هي ماشيه، وبتدخل عليه آلي وتطلب منه يجيب مشروبات وشويه طلبات، وبيتحرك على السوبر ماركت مع ابنه ايسن، وبيشوف طيارات كتير طايره في الجو، وبيقدروا يشوفوا المذنب كلارك وبيدخلوا يجيبوا طلباتهم، وبيجيله تحذير على التليفون، وبعدها بيجيله اتصال رئاسي وبيقول له ان ده مش اختبار وانه في خطر، وان تم اختياره هو وعيلته عشان يستخبوا في الملجأ الامن. وبيتحرك جون بسرعه من السوبر ماركت وبيشوف عربيات الجيش منتشره في الشارع، بيروح على البيت وبيكونوا الجيران كلهم متجمعين عندهم عشان الحفله اللي آلي عاملاها، وبيكونوا متابعين الاخبار ومستنيين الشظايا بتاعه المذنب تخبط في المحيط زي ما العلماء قالوا، وبيدخل جون لآلي وبيسالها وجالها رساله تحذير، فبتقول له لا، فبيقول لها انه جاله رساله تحذير وان تم اختياره هو وعيلته عشان يستخبوا في الملجأ الامن، وبتقول له يمكن يكون اختبار لانهم قالوا ان الشظايا هتقع في المحيط، فبيقول لها طب ليه نص الجيش ماشي في الشارع، ويروح يتفرج على المذنب وهو نازل في المحيط، بس مش بيظهر حاجه، وبيسمع جون صوت وبيطلع بره، بس موجة المذنب بالطياره على الارض وبكسر الشبابيك، والاخبار بتقول ان المذنب ضرب وسط فلوريدا، بيكونوا كلهم قلقانين وخايفين، وبيشوفوا المذنب وهو بيدمر فلوريدا، وبعدها بيجي رساله تحذير لجون، وكلهم بيكونوا مستغربين اشمعنى جون بس اللي جات له رساله، بعدها بيجي له اتصال وتتعاد رساله على التلفزيون وبتقول ان تم اختياره للانتقال للملجأ الامن، وبيقول له يجي القاعده الجويه الساعه 10 الا ربع، مش مسموح ليه يجيب اي حد معاه، وكل الموجودين بيروحوا بسرعه عشان يستخبوا، وجون بيستعد ويلم الشنط، وبيظهر الدمار اللي حصل في التلفزيون، ويقول انه مات اكتر من 400,000 شخص، وايسن بيكون مش موجود، ويطلع جون يدور عليه بيلاقيه باصص للسماء وبتكون مولعه، وبيركبوا بسرعه العربيه وبيتحركوا وهم مرعوبين، وبيجري ادى عليه وبيقول له انه محدش اتصل عليهم وانهم لغوا جميع الرحلات الغير عسكريه، وبيكون جون ساكت ومش عارف يعمل ايه، وبيقول له ايد لو لقيت مكان امن يبقى كلمنا، ويسلم عليه وبيمشي، وبتطلع واحده من الجيران وبتكون عايزه ياخد بنتها معاه، وبتقعد تترجاه، وبيقعد جون يتاسف لها ويقول لها انه مش هينفع، وبيكون عايز يتحرك بس بيكون واقف قدام العربيه، وهي بتقعد تقول له ياخدوها معاهم بس بيقول لها مش هينفع وبيتحرك، ونيسان وآلي بيعيطوا وبتقول له آلي ارجع عشان ناخدها، بيقول لها ناخدها ونسيبها في القاعده الجويه هناك لوحدها، وبيكون قاعد لسه عنده امل ان جون يكلمه لما يلاقوا حاجه، وبيكون جون في الطريق وبيشوف الناس وهي بتموت بعض عشان الاكل، وبيلاقوا الطريق واقف، فبيرجع جون بظهره عشان ياخد طريق تاني، وايسن بيطلع بطانيه عشان يتغطى، وبيوقع الشنطه اللي فيها الانسولين، وبيقولوا في الراديو ان تم رصد شظايا هتضرب الارض كمان 48 ساعه، وبيوصلوا عند القاعده وبينزلوا من العربيه، وبيكون في ناس كتير هناك وبيحاولوا يدخلوا، بس الجيش بيقول انه مش هيدخل غير اللي معاه الرمز، وبيكون جون مش عارف يوصل للباب، وبيقعد يزق الناس لحد ما بيوصل، وبيشوف الرمز وبيعدوهم، وبيجروا على الطياره وبيلبسوهم الصوره عشان يعلموهم، وبيفتشوا الشنط وبيقولوا لهم حقيبه واحده لكل اسره مش لكل واحد، بياخدوا الحاجات المهمه، وبتعرف آلي ان الدواء مش موجود، وبيسالوا ايسن لو لقى في الشنطه، فبيقول لهم انه طلع البطانيه، وبيسال جون واحد من الجنود ميعاد الطياره، فبيقول له كمان 20 دقيقه، فبيروح لآلي ويقول لها انه هيرجع يجيب الدواء من العربيه، وتكون آلي خايفه عليه فبيطمنها، وبيجري على الباب بسرعه، وبيقول لواحد من الجنود انه معاه السوار وهيجيب حاجه من العربيه بسرعه وهيجي، وبتقلق آلي على جون، وبتروح للجندي وبتقول له ان جوزها راح يجيب الدواء وان عايزاه يتاكد انه يركب الطياره، بس اول ما بيسمع كلمه دواء وشه بيتغير وبينادي على الرقيب، وآلي بتقول لهم خلاص وتكون خايفه، بس بيطلب منها تيجي معاه، وبيوصل جون عند العربيه وبيلاقي الدواء، وتروح آلي عند القائد وبتعرفها ان القواعد بتقول ان اي حد عنده مرض مزمن مش هيطلع على متن الطياره، بتقول لها ما نفسك ما تعرفيش واعتبريه واحد من عيلتك، وتقول لها ما تمش اختيار عيلتي و99% من الموجودين متطوعين وما تمش اختيار عيلتهم، بتتاسف لها وبتقعد تترجاه، وتقول لها جوزي على واحده من الطيارات دي مستني، وبيحاول جون يعدي من ما بين الناس، وبيدخل والقائده بتخليهم يبحثوا عن جون، وبيكون جون عند الطياره بيدور على عيلته، بيروح لواحده من الجنود وبيسالها عن ابنه، فبتقول له ان في اطفال كتير دخلوا واكيد هو موجود ما بينهم، فبيسالها لو الطيارات كلها هتروح نفس المكان، فبتقول له ايوه، وبيقعد جون ينادي عليهم، والقائد بتقول لآلي انهم مش لاقيينه، وبتتاسف لها، فبتقول لها آلي دوري عليه في الطياره، فبتقول لها ان في اكتر من 2000 شخص على كل طياره، وبتسيبها وبتمشي، ويطلع جون على الطياره وبيفضل برضه ينادي عليهم، وبيحاول يتصل بآلي ويبعت لها رساله ويسالها لو هي على الطياره، وفي واحد بيشوف الدواء في ايده فبيقول له انت ركبت ازاي، فبيقول له ان ده الدواء بتاع ابنه عنده سكر، بيقول له ان ابن اخته عنده السكر ورفضوا يركبوه، فبيقوم بسرعه وبيرجع على الباب وبيقول لهم يفتحوه، فبيعرفوا انهم كده هيمشوا من غيره، فبيوافق، وبيصير عدد كبير من الناس وهم بيجروا على الطيارات، بس يكونوا الناس مسلحين وبيشتبكوا مع الجنود، وبيشوف جون تسريب للبنزين، فبيطلب من الناس انها تخرج من الطياره، وبتيجي طالعه في البنزين وبيحصل انفجار كبير وكل الطيارات بتفرقع، ومن شده الانفجار جون بيطير لبعيد، فبيسال جون الجندي عن ابنه بيقول انه مش هنا، وبيبدا ايسن يتعب عشان ما خدش الانسولين، وجون بيروح عند عربيته وبيلاقي آلي سايبه له رساله بتقول انها رايحه عند ابوها،
وبيقعد ينادي عليهم وبيحاول يكلمهم. وبتفضل اني ماشيه مع ايسن وسط الدمار اللي موجود في كل مكان، وبيدخلوا السوبر ماركت وبيروحوا يدوروا على الانسولين وبتلاقيه وبتديه لايسن. وفجاه بيدخل عليهم ناس مسلحين وقاعدين يضربوا نار، وبتحاول تهرب هي وايسن من غير ما حد ياخد باله، وفي واحد مسلح بيوقفهم، بس لما بيلاقيها معاها ولد صغير بتصعب عليه ويساعدها ويسيبها تهرب، وتشوف ناس بيركبوا عربيه وبتطلب منهم ياخدوها معاهم فبيوافقوا. وبيظهر جون وهو بيحاول يفتح اي عربيه عشان يتحرك بيها، وبيشوف انفجارات في السماء وبيشوف عربيه وبيحاول يوقفها بس بيكون هتخبطه، وبيطلع فوق مكان عالي وبيحاول يلقط شبكه، وبيتصل بآلي والتليفون بيرن بس الصوت مش بيكون واضح. وبيظهر مذنب وهو بيضرب الارض، وبينزل جون وبيشوف واحد بيركب العربيه وبيطلب منه ياخده معاه فبيوافق، وبيلاقي ناس كتير راكبه، وفي واحد بيشوف الاسواره في ايده وبيساله انت شغال ايه، فبيستغرب جون السؤال، فبيقول له اصلا بيختاروا الناس على اساس شغلهم، وانهم اختاروا امي عشان هي طبيبه. فبيقول له جون انه مهندس انشائي، ويتعرفوا على بعض، بيعرفوا ان اسمه كولين، بيقعدوا يتكلموا وبيعرفوا كولين اللي بيسوق الشاحنه ده يبقى صاحبه، وانهم يعرفوا طيارين في كندا هياخدوهم للملاجئ. فبيقول له جون ان الملاجئ سريه هم ازاي عرفوا اماكنها، بيقولوا انهم كانوا بيتابعوا مسارات الرحلات وعرفوا انهم بيروحوا جرينلاند. فبيقول له جون انه هيدور على عيلته، فبيقول له لما تلاقيهم يبقى تعالى، وبيقولوا انهم هيطلعوا بالطياره من مدينه صغيره على الحدود، وبيقعد يعرف يبص لآلي في المرايه، وبيقول لها انه من الصعب انهم يوصلوا لاقصى الشمال، وبيقول لها انه هياخد الطفل وهيطلع بيه الطياره. وبيوقف العربيه وبينزل وبيحاول يفتح الباب، ومراته بتحاول تهديه وبيخرج آلي ويرميها بره العربيه وبياخد منها الصور وبيجري، وبتحاول آلي توقف اي حد عشان يساعدها بس محدش بيقف، وجون بيكون قاعد في العربيه وفي واحد بيتكلم معاه وبيحاول ياخد منه الصور بس جون بيرفض، وكولين بيكون نايم وبيصحى، وبيحاول جون يقاوم ويضرب فيهم، وبيكون عايز ياخد منهم السلاح، وكولين بيفضل يضرب فيهم، وجون برضه بيقعد يضرب فيهم، والسواق بيعمل حادثه وبيقعوا كلهم بره العربيه، وبيفوق جون وبيفوق الراجل اللي كان عايز ياخد منه الصور، وبيمسكوا في بعض، وبيمسك جون الشاكوش وبيكون الاثنين عليه، وواحد بيقرب منه بس بيضربه، وبيقرب منه التاني فبيضربه في وشه وبيموت، وصاحبه بيخاف وبيجري، وبيكونوا كل اللي في العربيه خايفين منه، وبيشوف كولين وهو ميت وبيزعل عليه، وتكون آلي ماشيه في الشارع لوحدها ومنهاره، وتشوف المذنب وبيضرب الارض وبتقعد تعيط، فالعربيه بتقف لها وبيسالوها لو عايزه توصيل، وبياخدوها معاهم، وبيقعد يضرب في ايسن وبيقول له يعمل زي ما بيقول له والا مش هيشوف امه تاني، وبياخده وبيروح بيه عند المطار، وبيحاول يعدي بيه وبيوري الجندي الصور، بس بيسال راف عن الصور بتاعه، بيقول له ان في حد سرقه منه وان دي زوجته وان ده ابنه، فبيعيط ايسن وبيعرف الجندي انهم خاطفينه، فبيمشيهم وبياخد ايسن وبيكشف على الصور بتاعه، وبيساله هو ليه تم رفضه، وبيساله عنده اي مرض مزمن، وبيكون الطريق زحمه فبتنزل آلي وبتكمل جري لحد ما بتوصل للمطار، وبتروح آلي للظابط وبتقول له على اللي حصل معاه، وبياخدها معاه عشان يدوروا على ايسن، وبيوديها عند خيم الاطفال، ويدخلوا كذا خيمه ومش بيلاقوه لحد ما بيدخلوا خيمه وبيلاقوه، وبتحضنه وبتقعد تعيط، وبتكون الممرضه كشفت على ايسن وتديها انسولين عشان يكفيهم لمده اسبوع، وتقول لهم يركبوا اتوبيس عسكري عشان توصل لوالدها. وبيدخل جون بيت وبيقعد يشرب ميه وبيكون عطشان جدا، وبيقعد يتفرج على الاخبار وبيشوف الدمار اللي حاصل، وبيقعد يدور في الشقه وبيلاقي مفتاح عربيه وبياخده وبيتحرك، وتليفونه بيلقط شبكه وبيكمل في طريقه، وبيوصل عند بيت ابو آلي، وبيكون قاعد مع صحابه وبيعاتبوا ان جه لوحده وساب بنته وحفيده لوحدهم، وبيقعد جون يبص من الشباك وتظهر آلي وهي نازله من الاتوبيس تبع الجيش، وبتتصل آلي من تليفون في الشارع على ابوها، وبيتحركوا على هناك بسرعه وبيوصلوا، وبيجري جون على آلي بيحضنوا بعض وبيكونوا فرحانين انهم شافوا بعض، وبعدها بتجري على ابوها وبتقعد تعيط، ويرجعوا على البيت ويفتحوا الاخبار ويتكلموا عن الملاجئ السريه اللي موجوده في جرينلاند، ويفتكر جون كلام كولين وبيقول لآلي ان في طيارين هيجوا كندا وياخدوا الناس اللي هناك، وان قدامهم 12 ساعه، وبتقول آلي انها معهاش صور، فبيقول لها لازم نحاول، وبيروح جون يتكلم مع ابو آلي عشان يلم هدومه بسرعه بس بيرفض، وبتدخل آلي وبتقعد تحاول تقنعه، وبيكون برضه رافض، وفي مذنب بيضرب الارض وبيطلعوا يجروا بسرعه على ايسن عشان يطمنوا عليه، وبيكون قاعد تحت الترابيزه وخايف، وابو آلي بيديهم عربيته وبيدي جون البندقيه عشان يحميهم، وبيودع ايسن وبيودع آلي اللي بتركب العربيه وبتقعد تعيط، وبيتحركوا في الطريق وبيشغلوا الراديو، وبيفتكروا ذكرياتهم وبيقعدوا يضحكوا، وبيكون الطريق مقفول قدامهم، وبيسمعوا انذار ان في شظايا هتقع عندهم، وفعلا بتبدا تقع قدامهم، وبيحاول جون يتحرك ويفادي الشظايا، تكون الدنيا فوضى والناس عماله تموت والطيارات بتقع، وبينزلوا من العربيه وبيكملوا جري، وبيكون في واحد مصاب جوه عربيته وبتكون هتولع، فبيرجع جون بسرعه وبينقذه، وبيظهر حجم الدمار اللي حاصل، ويركبوا العربيه ويكملوا في طريقهم، وبيتكلم رئيس ناسا في الراديو وبيقول ان اكبر جزء من المذنب هيقع ما بين اوروبا وافريقيا، وان المذنب ده اكبر من المذنب اللي قضى على الديناصورات، وبيشوفوا المطار قدامهم وبيكونوا ماشيين خلاص، فبينحرف جون على الطريق وبيجري بسرعه عشان يلحقه، وبيطلع يجري ورا الطياره وبيكون هيخبط فيها، فبتقف الطياره وبينزل الطيار وبيكون متعصب من اللي جون عمله، وبيقول له جون ان معاه زوجته وابنه، فبيقول له الطياره اخرت فوق طاقتها وانه هيبقى في طيارات تاني يوم، فبيتعصب عليه ويقول له مفيش بكره، خد زوجتي وطفلي وسيبني انا، بس آلي بترفض وبتقول له هنركب كلنا، فبيوافق وكلهم بيركبوا الطياره، وبيستعد الطيار للاقلاع وبيطيروا في الجو، وبيتعب جون بسبب الاصابه اللي في ايده، وبيفتكر ذكرياته مع مراته وابنه، وبيفوق وفجاه الطياره تتهز جامد وبيقع مذنب قريب منهم، والموجه بتاعته بتخبط الطياره وبتفقد توازنها، وبيحاول الطيار يوزنها بيكونوا هيخبطوا، والطيار بيحاول يفادي الجبال ويخبطوا في الارض وبيطيروا ويدخلوا في جبل، والطياره بتقف، وبيروح جون لعند الطيار بيلاقي الجليد واقع عليه ومش عارف يتحرك، بيحاول يساعده بس بيموت، وبيقول جون انه شاف طياره عسكريه بتهبط قريب منهم، ويتحركوا بسرعه هناك، ويقعدوا يشاوروا والجيش بياخدهم معاه، بيوصلوا لعند الملجأ، واكبر جزء من المذنب بيضرب الارض، وبينزلوا كلهم جري وبينزلوا على الارض وبيستعدوا للصدمه، والمكان بيبدا يتهز جامد، ويقعد جون يفتكر ذكرياته مع آلي وإيسن، وبيظهر الدمار اللي سببه المذنب في العالم كله، وباب الملجأ بيتفتح عشان يخرجوا، ويكون المكان كله متدمر، وبيظهر عصفور قدامهم لسه عايش، ويبدا كل الناس اللي نجوا في جميع انحاء العالم يتواصلوا مع بعض، وبكده خلص الفيلم. يلا سلام.